شيء عجيب. كنا نقرا هاي مالت يا موسى اني ارى اريد من المؤمنين. انا حقيقه لاقيها الروايه، بس تفاجئت لما لقيت نص الروايه الثانيه. يعني قد قارب حياتي ما قريت. قصتها هاي اصلا مرض، هي وبنتها. ابنها جسفران ضرب شباعها ضرب لما فقدت. اخير شيء شالها الفوق وضربها وياها، واخذاها صعد بها قمه الجبل وطاحوا فوق. فمن نزل عثر يقول نادي، قالت له هاي قدامك عثره، تعال شيلي خليه بيك، خلي رجلك على صدري، اسحقني وانزل حتى ما تعثر. فموسى لما انقصت له القصه بكي، يقول اخذ يبكي بكاء الثكلى، فاتاه النداء يا موسى لم بكيت؟ قال له شنو هذا؟ شنو الحنان هذا العجيب؟ قال له يا موسى عجبت لحنانها؟ قال بلى يا رب. قال يا موسى وعزتي وجلالي اني لارحم من الام الحنون. ايش قد هاي؟ عذبها ايش قد؟ سوى بها هذا كله وقالت له تعال اسحق علي وانزل. هاي واحد من 100 من رحمتي وياهم وحنان لهم. ولذلك احد العلماء يقول اذا خلصت من الناس خلصت من الله. صرت كمالاتك ويا الناس ابعد عنهم، الله ما يتعامل معك. كل صفات الله بالقران بالمبالغه. تواب، غفور، رحيم،